في القاهرة في القرن ال14 كان في مشروع مش مجرد جامع، كان مشروع ضخم لدرجة انه هدد اقتصاد الدولة نفسها. احنا بنتكلم عن مسجد السلطان حسن، بس الحقيقة الحكاية بدأت قبل ما يبقى مسجد. اللي بناه هو السلطان حسن بن قلاوون، سلطان مسك الحكم وهو طفل وعاش عمره كله في صراعات، اتخلع، اتسجن ورجع تاني. ولما رجع كان عنده هدف واحد، يخلد اسمه بحاجة محدش قبله عملها. فقرر يبني مش بس مسجد، لكن مدرسة وجامع في نفس الوقت، مشروع ديني وتعليمي وسياسي كمان. اختار مكان اسمه سوق الخيل تحت القلعة مباشرة، اختيار مش عشوائي، ده كان قدام مركز الحكم نفسه. بس المكان ده هو اللي خلى القصة تاخد اتجاه تاني خالص. في عصر المماليك المبنى ده تحول في أوقات الفتن لحصن. الثوار كانوا بيطلعوا فوق ويضربوا القلعة، والقلعة ترد عليهم، والآثار دي لسه موجودة لحد دلوقتي، لدرجة إن بعض السلاطين فكروا يهدموه أو يقفلوه للأبد. ومن أول لحظة المكان ارتبط بحوادث غريبة، زي حادثة سقوط مئذنة على ملجأ للأيتام، وقتها مات حوالي 300 طفل. حادثة خلت ناس كتير تخاف من المكان ده، وكان المفروض يتبني 4 مآذن، لكن بعد الحوادث واللي حصل أثناء البناء اتلغى جزء من المشروع وبقى فيه مأذنتين بس. لكن أخطر حاجة ما كانتش الحوادث، كانت الفلوس. المشروع ده كان بيكلف الدولة مبالغ طائلة جدا، التمويل جاي من الضرايب، والضغط زاد على الناس لدرجة إن المشروع بقى مهدد يخلي خزينة الدولة تنهار. وساعتها السلطان نفسه زهق وقال جملته الشهيرة: لولا أن يقال أن ملك مصر عجز عن إتمام ما بدأوا لتركت هذا البناء. لكن رغم كل ده المشروع كمل. أول ما تدخل تلاقي نفسك في صحن مفتوح على السماء، حوالي 34 في 32 متر، وحوالينه 4 إيوانات ضخمة. كل إيوان كان مدرسة لمذهب، شافعي، حنفي، مالكي وحنبلي، وكل مذهب ليه شيخ وحواليه 100 طالب. والفكرة هنا كانت أعمق من كده، إنك ممكن تختلف في المذهب لكن تفضلوا بتصلوا مع بعض، يعني اختلاف من غير صراع. الطلبة كانوا عايشين هنا في غرف حوالين صحن داخلي مفتوح للهواء والضوء، وفي نظام كامل، مطبخ، مستشفى صغير بمارستان، وصيدلية، وحتى سواقي لنقل المية من بره لجوه. المدخل نفسه من أوائل المداخل المنكسرة، يعني مش مستقيم، علشان يمنع الرؤية المباشرة ويقلل الضوضاء. وبعده الدهليز، ممر بيفصل ما بين العالمين بره وجوه. في النص فسقية متمنة على 8 أعمدة، وفوقها قبة خشبية. أكبر إيوان هو إيوان القبلة، وكان من أكبر الإيوانات اللي اتعملت وقتها. المحراب واحد من أجمل المحاريب في مصر، معمول بفن اسمه الإبك، تعشيق ما بين الحجر الأحمر والأبيض بدقة تخليهم كأنهم قطعة واحدة. وجنبه منبر رخامي نادر وباب نحاسي يعتبر تحفة لوحده، يعلوه شريط كتابي بالخط الكوفي ماشي حوالين الإيوان، آيات من سورة الفتح. الإضاءة زمان كان في مئات المشكوات الزجاجية بتنور المكان بروحانية مختلفة تماما. دكة المبلغ، المكان اللي كان بيتردد منه الصوت علشان يوصل لكل الناس. ولو رجعنا للمدخل، الباب اللي شايفه دلوقتي مش هو الأصلي، الباب الحقيقي اتنقل سنة 1416 على يد المؤيد شيخ، وحطه في مسجده في شارع المعز، وكان باب مكسو بالنحاس ومطعم بزخارف فريدة، ودفع مقابله 500 دينار ذهب، ووقف قرية أها لصالح المكان. وقبلها يقال إن السلطان الظاهر برقوق سد بابه بالحجارة. ورغم كل ده السلطان نفسه ما شافش المشروع ده وهو مكتمل، اختفى واتقتل في صراع على الحكم، وما اتدفنش هنا. يعني القبة اللي اتعملت علشانه استقبلت ولاده، ما استقبلتوش هو. علشان كده مسجد السلطان حسن مش مجرد جامع ولا مجرد مدرسة، ده مشروع كان ممكن يهدد دولة، ومكان اتحول لسلاح، وعلم اتدرس، وتاريخ لسه بيحكي. علشان كده بعض المؤرخين بيسموه هرم العمارة الإسلامية. ودي كانت نهاية جولتنا النهاردة، انتظرونا قريبا جدا في زيارة جديدة ومكان جديد. يا رحمة للعالمين.